مرة أخرى لروبرتو. كرة برشلونية أكثر من 90,000 هنا في البرنابيو. والكرة لفريق برشلونة المتصدر، 9 انتصارات، خسر مرتين ولا تعادل، سجل 25 هدف. وكرة حلوة، كرة حلوة والسيناريو هدف جديد ولويس. جول 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 ده لويس سواريز، اخر من سجل فيهم لحساب الليغا واول من يضرب فيهم لاطار الليغا. بين ليغة البارحة وليغة اليوم يتوقف ريكورد كيلور نافاس بعد 884 دقيقة، لأن الخصم استثنائي الكوستاريكي. لويس جول ديل برشلونة 1-0، والخامس مرة برشلونة ياخذ بقية التهديف. هدف مبكر في سيناريو مبكر في سيناريو مثير باش يولع القمة ويجعلها هجومية، بعيدا عن الاحترازات وبعيدا عن الحذر وبعيدا عن التقوقعات وبعيدا عن تكتيكات وتحسينات بالصاد للمدربين. خطأ في المتابعة وضايع في المراقبة، وبدون برج مراقبة يضرب البرج العالي ليصبح السد العالي للكتالونيين. رونالدو يتحسر على زمن ولم تنتهي المباراة يدون، بإمكانك التعويض. ولويس يسعد بتقديم الفريق الكتالوني للاعب الريال. كيلور نافاس يشارك في الهجمة، يعطي كرة مودريتش، لف ودور سايب كرة، شالها له المرتدة، سايب راكيتيتش حط الكرة حلوة ما تجيش، يمشي بالمهارة العالية، الرجل توب، يمشي التوب، عدى كرة مش ممكن. نيمار الثاني، جول نيمار. الهدف الثاني انيستا، اندرياس انيستا الارتيستو الارشيتيتو، عدى كرة هندسة تهنديس، مرر كرة تكنيك، حط الكرة نيمار وقال له حط، ما نحتاجوكش يا البرغوث، ابقى في دارك، ربي دياغو ربي ولادك وعيش مع مرتك وعيش جوك يا ميسي. البرصة بمن حضر، والبرصة سيواصل الضرب والعزف المنفرد. مش ممكن، هات التغريدة من جديد، هذه الحكاية من جديد. ملا باس، كرة في راس نيمار القناص، يسجل الهدف ال20 متتاليات لمصلحة نادي برشلونة ب1 و2، لا ثالث لهما. واحد اسمه لويس والثاني اسمه جونيور، كبيرهم نيمار. الثاني في مرمى الريال بالنسخة الأسوأ النايمة، ينتظر الفرصة والمرتدة ليضرب، ولكن النوم طول والنوم كان كبير، كان نوم بضربة تسيتسي الميرينجي. تمشي الكرة عن طريق سيرجي روبرتو يلعب الكرة الفيش يرجع يتسلطن البرشلوني، يمشي بالكرة هنا، يتألق هنا، انيستا، جولاتو، يرجع يتسلطن الكتالوني. جول ديل اف سي برشلونة. يا معذبهم، يا مرر كورة من احلى ما يكون، يا لاعب ما احلى ما هو موجود. كلامي الاول عن نيمار، وحديثي الثاني عن حديث الساعة وحديث المساء، اسمه اندرياس انيستا ولقبه الرسام. تابلو متاع بيكاسو، تابلو متاع سالفادور دالي، تابلو متاع فان جوغ، تابلو متاع اكبر الرسامين، نحتها على طريقة ميكايلو او انجلو، ورسمها على طريقة الدافنشي او تكتكها على طريقة ليوناردو. الله يا انيستا، مرة من هنا الثالث، ترسيرو ديل برشلونة. الريال الموت الكلينيكي يصبح موت النهائي، وتعلن الوفاة في يوم 21 من نوفمبر، يوم الشوم وسوء الطال على الميرينج. واضربت مراوغاتي من به صممه. انا ميسي، عالم او فنان الكرة في عالم القدم، انا ليونيل الارجنتيني، كبيرهم على صغري. با 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 جول سواريز الجول. 4-0 لبرشلونة. مروا من هنا، عداوها من هنا، ضربوهم من هنا، ضحكوا عليهم من هنا. 1 و2 والثالثة والرابعة في شباك كيلور نافاس.
4-0 لبرشلونة للتاريخ. رباعية دي ستوريا للبرشلونة، رباعية للتاريخ يا البرشلوني. فرحة العشاق وفخر الأنصار وكرة الممتعين، كرة السحارة والمبدعين. لم أغلط في التايم ولم أغلط في الوقت لما ذكرتكم بما ذكرته للمرة الأولى في التعليق يوم الأرجنتين والمكسيك. أنا ميسي كبيرهم على صغري، أنا الأرجنتيني عارض المتعة في عالم القدم. متعونا، سروا الناظرين، سروا العاشقين، سروا المحبين، فرحوا المناصرين، وقول أسكتوا المحايدين والمنافسين والمناقشين والمشككين والنبارين والغيارين. مش ممكن مش ممكن. يلعبوا في بيكي عمدا عشان لكي ينافسوا اللاعبين الكتالونيين. كرة ممتازة، جول 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 جول. يا لا من لعبة ولا من كرة. انت قاتل وساحر، انت قاتل وساحر. الهدف الاول من ابطال لويس سواريز. الاردوان يهز بكرال، الاردوان يفتح مجال التسجيل. اول هدف المباراة عند الدقيقة 10 من عمر المباراة. لويس سواريز يسجل هدفه العاشر هذا الموسم في الدقيقة 10 من انطلاقة المباراة امام خصم عنيد اسمه ريال مدريد في سانتياغو برنابيو. سيرجي روبرتو توغل ومر الكرة على طبق لسواريز. هدف في منتهى الروعة من الرضواني الذي يضيع مثل هذه الكرات امام مرمى اسمه كايلور نافاس وامام فريق اسمه الريال. سواريز يهز شباك الريال. البارسا متفوقة في سانتياغو برنابيو بفضل الرضواني العضاد الساحر. سواريز امام رونالدو. البارسا هدف الريال 0 في سانتياغو برنابيو في مدريد. راكيتيتش وصل لانيستا، انيستا يراوغ طبعا نيمار على الجهه اليسرى، نيمار وانيستا، انيستا راح سواريز، انيستا لنيمار. جول 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 جول. فعلها سواريز وبعده نيمار، فعلها سواريز وبعده نيمار كالمعتاد. اللاعبان 22 هدفا. البارسا الفعالية، البارسا هي البراعة، البارسا والتفوق على الريال في سانتياغو برنابيو بالثنائية. هدف من سواريز والثاني من نيمار. توغل نيمار على الجهة اليسرى، مرر له انيستا وكان الثاني. وين لاعبي الريال في هذه الكرة؟ انيستا لنيمار. اي ليس بوضعية تسلل تماما، قتل وضعية تسلل راموس. نيمار باليسرى يسجل على كايلور نافاس. البارسا 2 الريال 0. قلت لكم منذ حين بأن البارسا اليوم إذا لم يضرب بالثقيل أمام الريال لن يضرب بالثقيل في سانتياغو برنابيو بعد اليوم، لأن الريال ليس الريال تماما تماما تماما، ليس الريال. والبارسا هو البارسا كالمعتاد. ونيمار وسواريز حتى من دون بنا الآن، ولكن لمن شاهد معنا الشوط الأول نتيجة ليست المشاهد. شوف السهولة، انيستا رجعت له، انيستا يسجل جول. جول 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 من الرسام عالمي. اللعبة الثنائية مع سواريز، حطها انيستا في الزاوية التي لا تصد ولا ترد. بالثلاثة يضرب برشلونة امام الريال في سانتياغو برنابيو. ارسمها انيستا، حطها انيستا، سددها انيستا، سجلها انيستا. 3-0 لبرشلونة. انيستا انت المتعة وانت الروعة، انت الفرجة وانت الكرة. اللعبة ممتازة. راكيتيتش لانيستا، شوف واش حط لك نيمار. اللغة التي يلعب بها البارسا لا يفهمها لاعبو الريال. يلعبون بلغة ليست لا كتالونية ولا اسبانية، بل هي كرة فنية عالمية. البارسا يسجل الثالث وانيستا بالبراعة والابداع يسجل الثلاثية للكتالونيين على المدريديين وعلى الاسبان. 3-0 بعد 9 دقائق لعب منذ انطلاقة الشوط الثاني. هل فهمت شيئا يا كريستيانو من هذا الذي يحدث في سانتياغو برنابيو؟ هل فهمت شيئا من هذا الذي يفعله الفريق البارسا امام الريال؟ لسيرجي روبرتو طلبها ميسي، وصلته سيرجي روبرتو طلبها ميسي مرة أخرى، يلعبها لداني ألفيش، داني ألفيش سيرجي روبرتو، رجع لداني ألفيش. ميسي زوج لاعبين 3 صار الرابع. ميسي وصل على سواريز، وضع التسلل الحكم قال سواريز. جول 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 جول.
فنان يا سواريز، انت ممتع يا سواريز، انت فنان يا سواريز. الثنائية اليوم من الأورجواياني، الرباعية اليوم من البارسا. الريال ينهار، صدمة كبيرة وكارثة كبيرة على ريال مدريد في سانتياغو برنابيو. ميسي نوم الريال، ميسي مرة كرة أخرى لسواريز الرابع. ألم يكن في وضعية تسلل سواريز هاي اللعبة وهاي الكرة؟ لا 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 أبدا، بالمليمتر لم يكن متسلل سواريز. هرب من الخط سواريز، سجل سواريز، اسقط كايلور نافاس سواريز. 4-0 للبارسا امام الريال. سقط الريال في سانتياغو برنابيو. صدمة لعشاق الريال في سانتياغو برنابيو. كارثة على الريال في سانتياغو برنابيو. درس على الريال من البارسا في سانتياغو برنابيو. سواريز يسجل الثنائية اليوم، صار في رصيده 11 هدف سواريز، 11 هدف سواريز. ثنائية له، نيمار سيسجل بدور الثنائية اليوم. نعم، لأن نيمار لا يريد أن يترك سواريز يهرب. يستلم الكرة، خلاص دي الصيحة، تسمعها معاي وانطلاقة رائعة وكرة خطيرة جدا. ممكن الله جول لويس سواريز يولع الكلاسيكو عند الدقيقة 10 ويسجل الهدف الأول لمصلحة برشلونة. كرات كانت متبادلة، اللعبة حلوة يوم ما كانت إلى الأمام أمام ريال مدريد، لكن يقول لك والله يعني التخوف الآن في خط الدفاع بعد مغادرة طبعا ماسكيرانو مع التسديدة الحاضرة من خامس رودريغيز اللي سجل في مرمى اشبيليا واللي طالب زملائه الآن. تصل الكرة إلى نيستا، إذا أعطاها نيمار، أعطاها نيمار، وصلها نيمار، يحقق نيمار، جول يا أخي. أنا من البداية أقول لك بيضربونه، بيدكونه، بيلعبون عليه جهة دانييلو. أنت شلون تواجه نيمار في أوج تألقه؟ برشلونة بدأ وكان في الشوط الأول وكان ما يحتاج ميسي. وصلت التسديدة لكن إلى خارج أرضية الملعب. لاحظ نشاط الكلاسيكو قد يبدأ من ريال مدريد. واحد من الاثنين ونغص في المرمى، كرة في غاية الخطورة، ترقب من الجميع. نيمار، حلوة يا أخي. هذا الساحر البرازيلي جالس يعمل كل شيء في الكلاسيكو. هدف واحد بعد تلك الخسارة من سبتمبر 2014. لعب 22 مباراة في الليغا دون أي خسارة. الله يعود بقوة. من زمان ما سجل انيستا، آخر هدف له في الليغا في مارس من عام 2014، وكان مباشرة لمصلحة الريال. ينطلق جاريث بيل، وصلت إلى كريستيانو، جول. لا تضيع، في وقت للريال، لكن خامس رودريغيز يوم ما كان حاضر ضيع. لكن تأتي خسارة ريال مدريد من اشبيليا، عقبها بعد في الكلاسيكو من برشلونة. شوف الرابع قدامك، الرابع للويس سواريز. صارت 4-0 مو في الكامبانو، في سانتياغو برنابيو. خلاص لك، خلاص وسجل في تاريخي كمدرب ان انا قدت برشلونة في معقل ريال مدريد بالفوز. خلاص ما تبي تدخل يا كريستيانو، الكرة مهونة عن